ما يعرفش، واللي يعرفه دلوقتي انه لازم تبوسه زي ما القصة بتقول عشان يقدر يرجع لهيئته تاني. ولكن بعد محاولات من الامير بتقرر ان هي تساعده وبتبوسه، ولكن بتلاقي نفسها هي اللي اتحولت لضفدع وبقت زيه، وبتخاف وبتنط من الشباك ترعب كل اللي في الحفلة وبتحاول تهرب منهم، وبيكون الامير معاها. بنكتشف بعد كده ان الساحر حول المساعد لورنس للامير نيفين، اما الامير الحقيقي بقى حوله لضفدع. مش بس كده، وحبسه في علبة، ولكن لورنس فتح العلبة وخلاه يهرب من المكان. ونيجي بقى عند الامير الضفدع وهو بيحكي لتيانا على قصته مع الساحر وعلى اللي مر بيه. وبتعرفوا تيانا في الوقت ده ان هي مش اميرة زي ما هو فاهم، وان هي جرثومة، وحكت ليه على اللي حصل لها في الحفلة، عشان كده اضطرت ان هي تلبس الفستان ده. فبيتضايق نيفين جدا، بيعرفها انه عرف ليه التعويذة ما نجحت، فبتتضايق تيانا من كلامه. وفجأة بتظهر طيور بتطاردهم من كل مكان وبيحاولوا يهربوا منهم. وفي اليوم التاني بتصحى تيانا الامير، وتعرفوا انه يستعد لان